في مقولة بتقول إن الشوارع حواديت، وكل اسم شارع من شوارع مصر ليه قصة وحكاية. بس تعرف إيه هي حدوتة كل شارع؟ هقولك. في أماكن وميادين وشوارع كتيرة بنردد أساميها وبنسمع عنها، ويمكن كمان نكون ساكنين فيها بس ما نعرفش ليه اتسمت بالاسم ده. ومنها شارع المعز اللي اتسمى نسبة لحاكم مصر المعز لدين الله الفاطمي، وهو أول خليفة فاطمي يحكم مصر، ونقل مركز دولته فيها وأنشأ فيها حكومته القوية. أما شارع الغورية فاتسمى بالاسم ده نسبة للسلطان قنصوة الغوري اللي حكم الدولة المملوكية في مصر والشام، وكان مغرم بفن العمارة فازدهرت في عصره وساب ثروة فنية عظيمة في مصر والحجاز والشام. أما شارع خان الخليلي فكانت المنطقة عبارة عن مقابر، إلا أن جهاركس الخليلي مؤسس شارع خان الخليلي دمر كل المقابر دي وأنشأ بدلها خان كبير سنة 1382 علشان الناس تمارس كل أنواع التجارة فيه. وبالنسبة لشارع جوهر الصقلي فتسمى نسبة لجوهر عبد الله الرومي أو الصقلي، نسبة لمكان ولادته في صقلية. والله المعز لدين الله الفاطمي وزير، فاستولى على مصر وأسس مدينة القاهرة سنة 969 ميلادي وبنى جامع الأزهر. أما حارة الدرب الأصفر فبيقال إنها اتسمت بالاسم ده نسبة لأن مبانيها كانت مدهونة باللون الأصفر، وفي رواية تانية بتقول إنه نسبة للون النحاس لأن ورش تصنيع النحاس كانت منتشرة في المنطقة. وشارع الدرب الأصفر بيربط بين شارع الجمالية وشارع المعز. قول لنا بقى على اسم شارعكم وأنا هقولك حكايته إيه.